السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة جديدة وفيديو جديد. أتمنى بس كده دعمكم ليا علشان القناة تكبر بيكم. أول بس ما تشوفي الفيديو ده أو يظهر لك أتمنى إن انتي على طول تعملي لايك، وكمان تخشي على القناة وتشتركي وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلوكي كل الفيديوهات اللي بتنزل في القناة أول بأول. إن شاء الله فيديوهاتي تعجبكم وكمان تستفادوا منها، وهندردش مع بعض كده في خلال الفيديوهات، هقول لكم نصايح كتير وإن شاء الله هنستفاد من بعض. بس عايزاكم كده تبقوا من أول مؤسسين القناة بتاعتي. النهارده الروتين بتاعنا حلو جدا وخفيف جدا، هقول لكم ابدا يومي ازاي، وهقول لكم لما ببقى حابه ان انا اقتصد وكمان ما يبقاش في مجهود عليا زياده في اليوم بتاعي، بحب ان انا اعمل ايه. وزي ما قلت لكم اللي هيتابعني باذن الله هيستفيد كتير جدا جدا من الافكار اللي هقولها لكم خلال الفيديوهات. بصوا بقى، اول حاجه كده ببدا بيها اليوم. لو انا حاسه اني انا محتاجه ان انا افوق شويه، بعمل ايه؟ بعمل فنجان قهوه، بعمل كوبايه شاي، ايا كان الحاجه اللي انت بتحبي ان انت تبداي بيها يومك ابداي ان انت اعمليها، واهم حاجه ان انت تقعدي تشربيها كده على مزاج، وبعد كده تبداي تشوفي يومك هيمشي ازاي. طبعا اهم حاجه لو ينفع ان انت تصحي بدري يكون افضل بكثير، بتحسي ان اليوم فيه بركه، وبتحسي ان انت بتخلصي حاجتك بدري جدا جدا في كل حاجه، سواء فطور سواء غدا سواء شغل بيت ايا كان. هنا بقى انا بدات يومي كده بفنجان القهوه ده، بصراحه ظبط معايا الدنيا جدا. وبعد كده هبدا اني انا ادخل بقى على شغل المطبخ، هنحضر مع بعض الغدا بتاعنا هيبقى حاجه كده بسيطه. يعني هنحاول ان احنا هنقتصد فيها، وفي نفس الوقت بترمي معاكي يعني بتكفي كذا فرد. يعني لو انتوا مثلا 4 افراد ولا حاجه تقدري ان انت تعملي الوجبه دي. بنضيف لها حاجات كتير زي وجبات كتيره جدا، بتقدري ان انت تدخلي لها خضار فبترمي معاكي كمية أكتر، وفي نفس الوقت بتكون مغذية وبتكون موفرة بالنسبة لست البيت. هنا أنا كنت جايبة كده فلفل ألوان، بدأت إن أنا غسلته. فلفل الألوان من الحاجات الحلوة جدا إن انت تفرزيها، بتفرق معاكي جدا في التفريزات، بتفرق لما بتكون موجودة عندك. وبصراحة في أكلات معينة ما بعرفش أعملها من غير الفلفل الألوان، في ناس بتقلق جدا من تفريزه، ولكن فرزيه على ضمانتي. الطريقة اللي أنا هاقول لِك عليها دي هتفرّزيه، وهاقول لِك إزاي كمان تطلّعيه على الطبخة بالضبط، بحيث إن هو ما يبُص معاكِ أو ما يطراش وينزّل المَيّة اللي فيه. لأ، أنتِ بتغسليه بالشكل اللي أنا وريته لِك ده، وبعد كده بتسيبيه يتصفى شوية. هو طبعًا يعني ما بيشربش مَيّة ولا أي حاجة، عادي ممكن تنشّفيه مثلًا بمنديل ورق أو أي حاجة، وبعد كده تبدئي إن أنتِ تقطّعيه التقطيعة اللي أنتِ تحبيها، سواء جوليان أو تقطّعيه مكعبات صغيّرة، مكعبات كبيرة شوية، اللي يريحِك، الشكل اللي أنتِ حاباه قطّعيه بيه ما فيش أي مشكلة. وعلى طول تروحي شايلاه في أكياس ساندوتشات وتحطيه في الفريزر، تقفليه قفلة كويسة بحيث إن أنتِ تخرّجي منه كل الهوا، وبعد كده ترصيه في الفريزر بتاعِك. وبعد كده هتطلّعيه على الأكل على طول، على الطبخ على طول. لو مثلًا بنعمل زي أكلة النهارده كده شاورما، تمام. طبعًا أنا استخدمت لها فلفل يعني يكون فريش لإن هو كان عندي كده. لو بقى ما عندكيش وأنتِ مفرّزاه والفراخ في الطاسة، هتروحي مطلعاه من الفريزر على الطاسة على طول، بيطلع من الفريزر على الحرارة على طول، ما تسيبيهوش يفك. ده من الحاجات اللي ما ينفعش تتساب ان هي تفك، لان هو اصلا كله مية، فلو اتساب بيبوظ منك ومش هيديكي نتيجة كويسة خالص. تبدأي تطلعيه بالتلج بتاعه كده وتروحي سقطاه في الأكلة بتاعتك على طول على النار، هيديكي نتيجة حلوة جدا، هيبقى محتفظ باللون بتاعه وبالقيمة الغذائية بتاعته وكل حاجة كأنك لسه مقطعاه فريش. وهنا كمان كنت جايبة عنب، بدأت غسلته بالشكل ده. طبعًا العنب أنا باغسله مرة و2 و3 و4 وبانقعه في مَيّة وخل، لإن من الحاجات اللي أنا بصراحة يعني بابقى يعني حريصة جدًا وأنا باكلها هو العنب. يعني باحب إن أنا أبقى منقياه كده كويس وأغسله أكتر من مرة، بحيث إن أنا أبقى متأكدة إن هو من جوّه يعني المَيّة اتغلغلت فيه كده ونضفته كله، والعروق بتاعته دي أو الحاجات بتاعته دي تكون كلها نضيفة، ما فيهاش أتربة، ما فيهاش أي حاجة خالص، لإن الحاجات دي طبعًا بتلم تراب وبتلم حاجات كتيرة جدًا. بس فغسلته كده بطريقة كويسة جدًا، طبعًا أنا فصلت الكاميرا وغسلته أكتر من مرة، وبعد كده طلعته على جنب في المصفى وسِبته بقى ياخد وقته، وبعد كده تاكليه وأنتِ متطمنة. وبُصّي يعني ما فيش بعد كده. بُصّوا بقى، هنا أنا خلاص بعد ما غسلت الفلفل معاكم، طلعت بقى برّه كده ريّحت رجلي شوية وقطّعته وأنا قاعدة، قطّعته بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. أنا بصراحة بامكّسه كده الأصفر مع الأحمر، باعملهم كده mix مع بعض، بحيث لمّا أطلّع يبقوا الاتنين مع بعض كده ويبقى شكلهم حلو في الأكلة. عايزة تحطّي ده لوحده وده لوحده اللي يريّحِك، ولكن أنا بافضّل الشكل ده كده لمّا باشيلهم الاتنين مع بعض، أهو بالشكل ده. وكمان تقدري إن أنتِ
يعني تخرجيه وهو متلج، ممكن تكسريه، تاخدي الكميه اللي انت عايزاها والباقي تحافظي عليها في نفس الكيس وترجعيها الفريزر تاني، مفيش اي مشكله. فده برضو ميزه ان انت بتستخدميه وهو متلج، ما بتستنيش ان انت تفكيه، لان الحاجه لما بتتفك بتبقى يعني مش صحيه قوي، او مش احسن حاجه ان انت ترجعيها تاني بعد ما تفك. فدي برضو ميزه فيه، ان انت بتكسري الحته اللي انت عايزه تستخدميها وترجعي الباقي في الفريزر تاني عادي جدا. قطعوا معايا 3 اكياس حلوين، وكمان شلت منهم في التلاجة، آه يعني علشان الاستخدام كده اليومي، لو انا حبيت ان انا اطلع منهم، او تقطعي منهم مثلا كده للاطفال عندك، هيحبوا طعمه جدا، تقطعيه كده بين الوجبات ياكلوه، مفيش اي مشكله. قطعوا معايا 3 اكياس كويسين مش وحشين. وطبعا كل ما تلاقيه قدامك في السوق كده سعره كويس هاتيه، طبعا بيبقى ساعات سعره بيتفاوت كده وبيعلى مرة واحدة، فلما تلاقي سعره مناسب وكويس هاتيه على طول، ما تتردديش وفرزيه. هينفعك بقى لما يبقى سعره رافع، هيكون كده كده متوفر عندك. وانا طبعا بقول لكم ان انا برجح التفريزات علشان النقطة دي، لما الحاجة تغلى في السوق ما تبقيش شاغلة دماغك ولا تبقي شايلة هم الحاجة غليت الحاجة رخصت، لا انت الحاجة عندك في الفريزر، وكمان متوفر عليكي مجهود ووقفة كبيرة جدا. كده خلاص بقى رجعت، شطفت العنب شطفة أخيرة، وركنته كده على جنب بقى يصفي ميته كلها علشان تحطيه في طبق تقديم، وتحطيه مثلا بره كده للي رايح واللي جاي ياكل منه. بص بقى، غدا النهارده انا هعمل ايه. جبت كده صدور فراخ، صدور تكون مخلية من العظم بتاعها، وانتي تقطعيها في البيت. ما انصحش ان انتي تجيبي من بتاع الفراخ شاورما، لا ما تطلبيش منه شاورما دي خالص، تقلي بيبقى يعني حاطط حاجات مش حلوه. بتاعه الفراخ الاضمن والاحسن فلوس بفلوس، وهاتي حاجتك انتي في البيت، اغسليها بايدك كده كويس، انقعيها، نضفيها كده من اي حاجه فيها، وبعد كده قطعيها انتي على البلانشه النظيفه بتاعتك بسكينتك النظيفه، وابدأي صفيها كويس من الميه، واعملي اكلتك لاولادك كده، حاجه كده تفتح النفس وحاجه نظيفه ومضمونه. هنا انا هعمل شاورما. شاورما بصي بقى، مش هتدوقي زيها، تحفه تحفه تحفه، مفيش فرق بينها وبين اللي بره، بل دي كمان والله العظيم طعمها احلى بكتير. هعملها ازاي. الحاجه اللي عندنا النهارده نحط بصل وفلفل الوان والبهارات بتاعتنا. هعمل لكم بقى ميكس بهارات تحفه ملوش حل. وكمان عندي هنا توميه. التوميه دي بصراحه كان جوزي جايبها لي من مطعم، فانا ما عملتهاش ولا حاجه، فكنت شايلاهم في الفريزر كده وقلت كده هستخدمهم، ورحت مطلعاهم وسبتهم يفكوا، وبعد كده بحطهم في طبق كده صغنن، وهتشوفوني هعملهم ازاي علشان يرجع قوامها زي الطازه لسه معموله. تمام كده. طبعا الحاجات دي بتفرق جدا، والتوميه دلوقتي بتتباع في اي مطعم، ممكن لو في مطعم سوري فاتح جنبك، اي حاجه اي مكان، في اماكن كده سوريه دلوقتي كتير فاتحه بيبيعوا منتجات سوريه، بيبقى برضو عندهم التوميه السوري دي بتشتريها منهم بالثمن. ممكن تقولوا عايزه ب20 جنيه، اي كميه انت حباها او باي فلوس حباها تقدري ان انت تشتري منها وتعملي الوجبه زي بره بالظبط. لان في ناس كتيره جدا بتحب التوميه، انا من ضمن الناس دي، انا بعشق التوميه بصراحه. اول حاجه قطعت البصل جوليان، وبعد كده نزلت في طاسه كده، نزلت فيها بحبه زيت، وبعد كده شوحت فيه البصل، سواء بصل احمر ابيض ايا كان النوع اللي انت بتحبيه، ممكن تعملي ميكس بين الاتنين لو متوفر عندك. لو مش متوفر الاتنين، المتوفر عندك اشتغلي بيه. ده بصل وده بصل. وبعد كده حطيت عليه الفراخ، لو انت حابه ان انت تنزلي بالفراخ الاول تمام، ولكن دي طريقتي وكل واحد واللي يريحه. انا في فترات كده كنت بضيف الفراخ الاول بعد كده بضيف البصل، ولكن ده لو انت بتحبي يعني تستطعمي كده القرمشه بتاعه البصل شويه، ممكن تعملي الحركه دي. ولكن لو بتحبي كله كده يبقى دايب في بعضه كده وجوسي شويه، هتضيفي البصل الاول تدبليه، وبعد كده تحطي الفراخ، وبعد كده حطيت الفلفل بالشكل ده. وبرده لو انت حابه اللي هو يعني الحاجه تبقى بتاعتك مش مستويه قوي، هتضيفي الفلفل وانت خلاص هتطفي على الشاورما، عشان يبقى يعني بطعمه كده وقوامه معاكي يكون ناشف شويه. هنا بقى بنعمل ميكس البهارات الجامد جدا. هنعمل ايه، هتحطي بقى عندك ملح فلفل اسود، بابريكا، كمان 7 بهارات، وتحطي مرق الدجاج دي اختياري لو انت حابه، وتحطي بقى لو عندك الميكس اللي هو بتاع الحبهان على ورق اللورا المطحونين، وحبه قرفه وحبه جنزبيل. ايه تاني، ما حطيناش كمون، ما حطيناش كزبره، ما حطيناش اي حاجه من الكلام ده، هو اللي انا بقوله لكم ده.
الحبهان على ورق اللورا المطحونين، دول حاجه اساسيه. توم بودره، بصل بودره، كاري، بهارات فراخ، كل الحاجات. بصي هي بتعشق البهارات. تمام، الشاورما دي من ضمن الحاجات اللي بتعشق البهارات. في اكلات لو زودتي فيها البهارات، يعني البهارات هتطغى على الطعم، فمش هتبين طعم الوجبه او مش هتبين طعم الاكل. انما الشاورما دي من ضمن الحاجات اللي بتحب البهارات جدا، روح على البهارات. فحطي بقى يعني اي بهار انت بتحبيه حطي. فدي الاساسيات معانا: البصل البودره والثوم البودره والحبايين على ورق اللوري المطحونين، وبهارات فراخ وكاري وملح، فلفل اسود، 7 بهارات، آم، ومرقه الدجاج زي ما قلنا اختياري. وهتحطي جنزبيل على قرفه، صدقيني هيفرقوا جدا 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 في طعم وريحه الشاورما. دول اللي بيدوها النكهه اللي هي سوري شويه. القرفة والجنزبيل دول اللي بيدوا نكهة الشاورما السوري. انت مش هتحطي بكميات، ولكن هتحطي كده حاجة معقولة يعني. تمام، ده الشكل كده بتاع البهارات، قلبتها في بعضها. وهبدأ اني انا انزل بيها كده معلقة معلقة مع التقليب. انا فضلت ان انا اعمل الحركة دي عن ان انا افضل رايحة جاية اضيف بهارات على الطاسة. وكمان هتضيفي شوية من البابريكا عشان تدي كده لون حلو شوية للشاورما. وعلى فكرة الكاري ما تقلقيش منه، مش هيدي لون اصفر ولا حاجة خالص، احنا بس بناخد كده منه النكهة بتاعته خلاص. وكمان هو فيه فايدة حلوة جدا. واظبطي بقى انت الحدق بتاعها. وخلاص على كده الشاورما بتاعتي بقت جاهزة. هتسيبيها شوية بس كده على النار تاخد وتدي من بعضها، وكله كده يتشرب من بعضه وياخد من طعم بعضه كده. وصدقيني الريحة، بصي الريحة هتقلب الدنيا بجد والله. هنا بقى الصوص ده بصراحة بيفرق جدا. ولكن لو مش عندك مفيش أي مشكلة، مش هتقول لأ. هي كده الشاورما معانا بقت جاهزة ومفيش أي مشكلة. لكن لو عندك هتضيفيه، ده أصلا بتاع مشاوي. ولكن بصراحة بضيفه في أكلات كتيرة جدا من اللي هي بتاعة الفراخ، بيفرق وبيديني طعم وريحة ملهمش حل. وهنا ده صوص برضو إضافي كده، لو انت حابة ان انت تحطيه تمام. مش متوفر عندك مفيش أي مشكلة. ده صوص الباربيكيو، لو موجود عندك حطيه، مش موجود عندك مفيش مشكلة. حابة تضيفي معلقة كاتشب برضو مفيش مشكلة. أنا ساعات كنت بضيف كاتشب، ولكن النهاردة ما ضفتش كاتشب. اكتفيت جدا بالبهارات اللي أنا حطيتها بالباربيكيو. هيدي طعم وريحه حلوين جدا ومميزين جدا. ولكن زي ما قلت لك يعني لو ما عندكيش الصوصين دول مفيش اي مشكله. يعني الاكله مش هتقف معاكي، لا هتديكي نتيجه روعه ونفس الطعم وكل حاجه. ولكن دول بيضيفوا بس لمسه كده اضافيه بتبقى حلوه، مش اكتر من كده. بصوا بقى هنا سبتها بالشكل ده كده اهو. وفتحت طبعا انا العيش، وبعد كده هروح اضرب كده التوميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان تبقى جاهزه معايا اعمل السندوتشات على طول وانا واقفه. بصوا بقى ضربتها بالشكل ده بشوكة بمعلقة. أنا هنا حسيت إن الشوكة مش سعفاني، فجبت معلقة حسيت إن هي يعني بتنجز بصراحة وبتبقى أفضل بكتير. ضربت بقى كده بالشكل ده وخليت قوامها كريمي جدا، هتتحط معايا بمنتهى السهولة في السندوتشات. بعد كده جبت بقى الشاورما معايا. طبعا الأكلة دي بقى عايزة جنبها بقى أي حاجة ساقعة، شيبسي، أي حاجة، سلطة زبادي، اللي انت عايزاه. ولو مفيش غير التومية فضل ونعمة، حلو جدا. مفيش تومية، بطاطس، اي حاجة موجودة في بيتك مشي بيها. مفيش بطاطس، مخلل، اي حاجة جنبها نعمة وفضل. مشي دنيتك. الاكلة دي هترمي معاكي كتير جدا، هتفرق معاكي كتير جدا. هتوفر عليكي اكلات من بره كتير جدا، خصوصا بقى لو عندك اطفال. اطفال دايما بيبقوا ميالين شوية للاكل بتاع بره. فده افضل طريقه ان انت تعمليها، هتوفر معاكي جدا. ومش هتحتاجي ان انت تمنعي عيالك ان هم ياكلوا مثلا اكل بره، لا انت هتعملي لهم اكل بنفس الشكل واحسن كمان من جوده بره. ومش هيحسوا بفرق خالص. انت يعني بصي هتهيئي لهم كل الاجواء الممكنه لاكل بره. هتجيبي لهم كل حاجه، هاتي لهم الحاجه ساقعه في البيت، اعملي لهم انت شاورما في البيت، هاتي التوميه زي ما قلت لك كده. بصي يعني العلب اللي انا حطيتها دي حاجه كده لا تذكر، ولكن فرقت في الطعم جدا. وكده اهو صدقيني هيرمي معاكي كتير جدا. هتحطي بقى يعني ممكن تجيبي نص كيلو، هيكفي مثلا كذا فرد، مش هقولك واحد ولا اتنين، هيكفي. مع اضافة البصل مع الفلفل الالوان صدقيني هيرمي معاكي كمية محترمة. هاتي نص، هاتي كيلو، حطي يعني قطعي الفراخ بتاعتك مرة واحدة وحطيها في اكياس على قد الوجبات بتاعتك اللي انت عارفاها. وهتعملي حسابك ان انت هتضيفي زي ما قلت لك خضار، وممكن كمان تضيفي طماطم، قطع طماطم صغنططه خالص. ولو عندك فلفل اخضر مفيش اي مشكله. ينفع العشاء، ينفع الغدا، ينفع لو انتوا خارجين. كل ده صدقيني بيفرق جدا مع ست البيت. وهنا كده كان الغدا بتاعي جاهز. ده كان شكل الصينيه بتاعتي
حطيت حاجة ساقعة وحطيت كمان شيبس وحطيت هنا تلج، كانت الحاجة ساقعة مش ساقعة قوي. وده كده يكون الفيديو بتاعنا، أتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا ولو بحاجة بسيطة. طبعا ما تنسونيش تدعموني بلايك، وكمان اشتركوا في قناتي عشان يوصلكوا كل إشعار بفيديوهاتي الجديدة أول بأول، واستنوا مني فيديو جديد. باي باي.